من الأخبار الاقتصادية المهمة اللي أثرت على العالم كله إن الفيدرالي الأمريكي زود سعر الفايدة في البنوك الأمريكية 75%. ومن الصعب الموضوع إن الزيادة دي تاريخية ما حصلتش من 30 سنة، ودي المرة الثالثة على التوالي في 2022 إن الفيدرالي الأمريكي زود سعر الفايدة. الخبر ده مهم وخطير وليه تأثير مباشر على أي حد معاه فلوس عايز يستثمرها. هنعرف تأثير القرار ده على أموالنا وعلى قراراتنا الاستثمارية سواء في العقار أو الذهب. خليكم معانا. اهلا بيكم، معاكم الاستشاري العقاري المهندس احمد رضوان، الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات ARG. كل المستثمرين كانوا منتظرين اجتماع الفيدرالي الامريكي الخاص برفع الفايده في البنوك الامريكيه، وكانت التوقعات في رفع الفايده ما بين ربع الى نص في المية، لكن اتفاجئ العالم انه اترفع 75% سعر الفايده، ودي حاجه ضخمه جدا. اول التاثيرات اللي عملها القرار ده هو انخفاض سعر الذهب، واللي حذرنا قبل كده بعدم جدوى الاستثمار في الذهب على المعطيات القصير، وان في خطوره كبيره جدا لان مع كل قرار للفيدرالي الامريكي سعر الذهب هينزل. طب ليه سعر الذهب بينزل؟ لان رفع سعر الفايده ببساطه معناه انه بيقول لاصحاب رؤوس الاموال ببساطه تعالوا حطوا فلوسكم في البنك عندي وانا بضمن ليك عائد كبير بدون مخاطره. فمستثمرين كتير جدا حول العالم بيشتروا سندات خزانه في البنوك الامريكيه، وده بيعمل ركود في سعر الذهب. وفي اليومين اللي فاتوا خسرت اونصه الذهب اكتر من 1200 جنيه. طيب بالنسبه لباقي اسعار السلع، نسبه التضخم وصلت في شهر مايو ل 15%، والمتوقع في يونيو ان النسبه دي تزيد، يعني الفلوس قيمتها مستمره في الهبوط، والذهب سعره في النازل وقيمه التضخم بتزيد. يعني كل المؤشرات بتقول لك ان خطر جدا ان انت تسيب فلوسك بدون استثمار علشان قيمتها بتقل. نوع استثماراتك وحافظ على اموالك علشان قيمتها ما تقلش. لو بتفكر تستثمر في عقار في مصر، عايز اقول لك ان الاستثمار العقاري في مصر ليس له مثيل في العالم، لان قيمه العقار في مصر بتتضاعف تقريبا كل 5 سنين، وعندنا فرصه لا تعوض ان احنا نحافظ على اموالنا من التضخم. فرص استثماريه ضخمه في العاصمه الاداريه الجديده، كل يوم مستثمرين ناجحين بيقتنصوها قبل افتتاح العاصمه الاداريه الجديده. تخيل حضرتك ان كل اللي اشترى شهادات بنكيه من اللي اتعرضت من الحكومه المصريه دلوقتي نسبه التضخم زادت عن 15%، ولسه سنه 2022 ما خلصتش. يعني استثمار غير مجدي تماما. واللي اشترى ذهب بهدف الربح السريع منه، الذهب سعره نزل للمره الثانيه. اتمنى من كل صاحب راس مال او مستثمر انه ياخد قراره بحكمه بالرجوع لاهل الخبره في الاستثمار والاقتصاد علشان نحافظ على اموالنا ترجع لينا بافضل عائد. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ما تبقوش زي الست اللي عملت مثلا لبس من الغزل وبعد ما خلصته وقطعته. وده اللي بيعمله كتير من الناس بعد ما بيتعبوا في جمع اموالهم وبيستثمروها في المكان الغلط، وضيعوا فرصه كبيره في الاستثمار العقاري. وطبعا اللي هيقدر يفيد حضرتك ويطبق لك القواعد والمعايير اللي تخليك تستثمر في عقار ناجح لازم يكون مستشار عقاري محترف. وده دوري مع حضرتك في شركه ARG، ان انا اقدم لك استشاره بخبره على ارض الواقع، بعيدا عن التنظير والكلام التسويقي المكرر وبعيدا عن المبالغات. وده اللي انا هقدمه لحضرتك انا والمستشارين العقاريين المعتمدين من شركة ARG. وكمان بنقدم لحضرتك ده بناء عن الكود الدولي المنظم للوسطاء العقاريين بخدمة مجانية بنسبة 100%. نقدر نوصلك لأعلى قيمة مقابل سعر بمجرد تواصلك معانا على الرقم الموجود قدامك على الشاشة على الواتساب، واحنا هنكون في خدمتكم 24 ساعة. دمتم مستثمرين ناجحين. شكرا لكم.